السلام عليكم واهلا بيكم في ثالث حلقات اغرب منتجات بتتباع اونلاين والناس بتعمل منها ملايين. واسم الحلقه كبير شويه بس هو اغرب منتجات بتعمل فلوس اونلاين. وعشان ما اطولش عليكم، انا اسمي خالد رضوان، بقالي 14 سنه بشتغل في شركات مالتي ناشونال، بقالي 6 سنين بشتغل في التجاره الالكترونيه، وبقالي 2.5 او 3 سنين مثلا بطلع على السوشيال ميديا. عندي الحمد لله حاليا اكاديميه فيها اكتر من 1500 بني ادم بيعملوا فلوس اونلاين موثقه من انجلترا. والنهارده ثالث فيديو. لو انتم ما شفتوش الفيديوهات الثانيه اللي عملتها على اغرب منتجات بتعمل فلوس اونلاين، انصح انكم تشوفوها، ان هتلاقوا منتجات غريبه شويه. والنهارده المنتج الثالث. هبقى نفتح بقى كويك تايم وهوريكم حاجه من الحاجات اللي انا استوقفتني وعجبتني وحسيت ان انا محتاج اوريها لكم. فاللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنشوف منتج نقدر نبيعه في الولايات المتحده الامريكيه. وايوه، بيزنس من بيتك هيتعمل عادي جدا. وانا بدور في سوق الاسماك، طبعا مش هبيع سمك، هبيع الحاجات اللي ليها علاقه بالسمك. فحاجه من الحاجات اللي استوقفتني في امازون، كنت بكتب مثلا فيشنج بيت ات نايت، وبعد كده لقيت ان فعلا في حاجات معينه بتتباع ليها علاقه باللي هو الطعم اللي بيتحط في الصناره بس بالليل. يعني بالتالي الحاجات اللي هي زي الجمبري ده، شايف مثلا الجمبري ده، شايف الحاجات دي بتبقى نور منور في الضلمه بالليل. الناس اللي بتحب تصطاد بالليل، بصوا مثلا ده بيع 10000 حته. انا هحسبها لكم سريعا خلاص عشان تشوفها انت بنفسك. لو رحنا على الكالكوليتر كده وخدنا 10000 حته، تمام، في 19.99، يعني الراجل ده باع طعم ب 200,000 دولار، يعني ب 10 مليون جنيه. وخليك فاكر ان حوالي 25% بس او 20% بس فعلا بيكتب ريفيو. يعني الراجل ده عمل مثلا بالميت 50 مليون جنيه بس بيبيع طعم للسمك. هل انت واحد كنت تتخيل انك ممكن تبيع طعم للسمك اونلاين؟ لا، بس دي حلاوه التجاره الالكترونيه. طب تعال نشوف بقى، هو الناس اللي بتصطاد في امريكا هل هم عددهم كبير؟ بس قبل السؤال ده، انت في حاجه بتخلي الناس كلها تطلع بره البيزنس ده اصلا، الا وهي ايه؟ انها تلاقي اصلا منتج نفسها انها تبيعه، او شايفه ان هو منتج فعلا ممكن يعمل شغل كويس. فاحنا بنشرح في الاكاديميه طبعا كذا طريقه اورجانيكلي بتدور بيها على منتجات، بتحاول تشوف بقى جوجل ترندز، فيسبوك ادز، بتحاول تشوف كذا حاجه. لكن في برضو اي تولز الحمد لله موجوده حاليا بتساعدنا ان هي تطلع لنا احسن منتجات حاليا موجوده. واحسن اي تول موجوده حاليا هي تول اسمها مينيا. مينيا هي عباره عن اي تول بتساعدك انها تلاقي المنتج اللي انت عايز تبيعه فعلا. مش بس بتعمل كده، هي كمان بتوريك الكومبيتيشن بيعمل ايه، بتوريك الاعلانات بتاعت الناس المنافسين، الويب سايتس بتاعتهم عامله ازاي، عشان تاخد بس كده فكره عن الموضوع وممكن تعمل حاجه شبههم بالظبط. وسايب لك في اللينك تحت في الديسكربشن 50% خصم لو انت عايز تخش على مينيا وتبدا فعلا انك تدور وتسهل حياتك الى حد كبير، وترحم نفسك من اسابيع وساعات شهور من تدوير على منتج في السوق الامريكي او في السوق الاوروبي، وفعلا بياخد معاك شهور. انا بتكلم بجد، لان في ناس معايا في الاكاديميه حتى بتسيب البيزنس كله من كتر ما بتزهق انها تلاقي منتج. فلو انت عايز تاخد الموضوع بجد، انصحك نصيحه شديده جدا انك تستخدم التول دي. انا عامل لها فيديو برضو على اليوتيوب لو انت عشان تعرف تستخدمها ازاي. بص عليها. بعد ما عرفت هي التول، تعال نكمل ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله. تعال نخش مثلا على علي اكسبريس اول حاجه. حلو. وفي نفس الوقت نسال شات جي بي تي سؤال لذيذ جدا: How many people in USA fishes at night؟ يعني مفيش اكتر من كده سؤال، تمام. فهنا هو بيجمع شويه داتا ونعرف هل ده سوق اصلا. مفيش اوفيشال، بس حوالي من 50 ل 55 مليون امريكي بيروح يصطاد كل سسنه. ده رقم كبير جدا. اقل من 5% اكتيف هابينس ات نايت، less than 5%، ماشي. يعني بنتكلم حوالي 2.5 مليون ل 8 مليون. ده رقم بالنسبه لي حلو قوي 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 ان انا احاول اتارجته، لان في الاخر لازم تبقى واضح بالنسبه لك حاجه معينه، ان انت كل ما هتضيق النيش بتاعك كل ما فكره انك تكسب بتبقى اعلى بكتير. طب تعال نروح على جوجل ترندز مثلا ونشوف هل الناس اصلا بتدور على بيت، يعني بيت اللي هو ممكن نقول فيشنج بيت، تمام. هل الكلمه دي بتتكتب في امريكا في خلال السنه اللي فاتت مثلا؟ بتتكتب جدا. طبعا مواسم هتلاقي في الشتاء بتقل، وبعد كده في الصيف بتبدا انها واحده. بص يعني احنا في ابريل دلوقتي 2026 هتبدا انها تزيد. فنبقى عارفين ده منتج من المنتجات اللي انت ممكن من دلوقتي تبدا تحضر له وانت داخل على الصيف عشان تشتغل بيه. طيب تعال نشوف بقى احنا ازاي ممكن نعمل ويب سايت وممكن ناس تكسب منه. او طبعا لو انت دخلت على مينيا بسهوله قوي 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 هتقدر انت تجيب
كل الناس اللي هي عندها كومبيتيشن تقدر تشوفهم، تشوف اعلاناتهم، تعرف عنهم كل اللي انت عايزه. بس هديك مثال بسيط جدا، لو انت مش بتشترك في مينيا تعالى هنروح على بنترست ونشوف الويب سايتس اللي احنا ممكن ناخدها. تمام، وهوريك طريقه كده لذيذه شويه ممكن تعجبك. بعد ما بتخش على بنترست تيجي هنا في السيرش تكتب مثلا فيشنج لور، حلو، وهتلاقي شويه صور طالعه لك ظريف. ده فين؟ فيزيت سايت، تعال نفتح ده. عندنا هنا فيزيت سايت، تعال نفتح ده. لا تعالى فيزيت سايت، تعالى نفتح ده. فاحنا كده فتحنا 3. جميل. ده ويب سايت، يعني ايه؟ متجر الكتروني تقدر انت تشتري منه الحاجه. فطالما انت لقيت منتج، وطالما انت لقيت مجتمع تبيع له المنتج ده، فبالتالي مش ناقصك غير ان انت تشوف الناس بتعمل ايه. ده شكل الويب سايت اللي انت ممكن تعمله، بس طبعا انت ممكن تعمل ويب سايت احسن من كده بكتير. طب هتعمل ويب سايت ازاي؟ هقول لك ازاي. اول حاجه بتعملها انك هتلاقي في اللينك اللي تحت شوبيفاي لينك ب$1 لمده 3 شهور. يعني ايه شوبيفاي؟ هو عباره عن مكان بيتيح لك ان انت تعمل متجر الكتروني من غير ما تستعين بديزاينر. بس يستحسن طبعا تستعين بديزاينر عشان يعمل لك واجهه محل محترمه. انت مش جرافيك ديزاينر الا لو انت جرافيك ديزاينر او ديفلوبر. فبالتالي شوبيفاي بيسهل لك المهمه، وكل اللي بيعمله ان انت فلنفترض انت في الصين في علي اكسبريس، كتبت هنا مثلا فيشنج لور للناس اللي مش عارفه انا بتكلم عن ايه، فبتلاقي منتجات كتير جدا. المنتج اللي في الصين ده انت عادي جدا ممكن تبيعه في امريكا وتربط المنتج ده في المصنع ده بالويب سايت بتاعك. ازاي؟ بكل بساطه. اللينك اللي تحت الاول بعد ما تفتح شوبيفاي هيفتح معاك الداشبورد شبه كده. طبعا انت مستخدم اللينك ده هتدفع $1 لمده 3 شهور، كل شهر $1 بدل ما تدفع $40 في الشهر اللي هو ايجار المحل بتاعك. هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. هتعمل ايه؟ هتيجي هنا على ابس. طبعا انا ما عنديش وقت ان انا بس اشرح كل حاجه ليها علاقه بشوبيفاي، انا هوريك قد ايه الموضوع بسيط انك تعمل ده. وهتنزل ابلكيشن اسمه دي اسرز. يعني هنا في الابس هتنزل حاجه اسمها دي اسرز، وبعد كده لما تيجي تنزلها هتبقى طالعه لك هنا وهتتك عليها. حلو جميل. دي اسرز ده ايه؟ ده عباره عن بلاتفورم زي سي جي دروب شيبنج، زي بلاتفورم ثانيه كتير بتتيح لك الفرصه انك تربط مصنع بمتجر. جميل جميل. تعال بقى نخش على دي اسرز وندور على البرودكت اللي احنا عايزين نبيعه دلوقتي. هنروح هنا على حته اسمها فاين برودكتس، وبعد كده نكتب له هنا فيشنج لور. انت ممكن برضو لو انت لقيت البرودكت ده على علي اكسبريس ممكن تاخد اللينك كوبي بيست وتحطه هنا، بس يعني انا كتبتها خلاص. وهنعمل سيرش وهيبدا ان هو يدور على المنتجات اللي ليها علاقه بالفيشنج لور. حلو جميل. لقيت بقى كذا منتج وكذا حاجه. تعال نشوف هو في حاجه من دول زي اللي احنا شفناه في امازون ده اللي هو عامل زي اللي هو الجمبري الغريب الشكل ده. تعال نشوف هل ده موجود ولا لا. هو في حاجات تانية كتير قوي شبهه. طبعا انت لما تيجي تنقي برودكت لازم تنقيه واحد الشيبنج كوست بتاعه كويس، اخد 5 ستار ريفيو، لان ده دول الموردين. ممكن تختار كمان شيبس فروم، يعني ممكن يبقى عنده مخازن في امريكا فبتختار انه يكون عنده مخازن في امريكا فيوصل الشحن بيوصل في يومين وهكذا. بس خلينا نختار للتسهيل دلوقتي هنختار، فلنفترض ان احنا اخترنا المنتج ده فلقينا موجود اهو، هو ده في علي اكسبريس بالاسلوب ده زي الفل، مفيش مشكله. هنقول له بدل ما نقول له اد تو دي اسرز احنا ممكن نقول هنا اد تو امبورت ليست وتتك على الحته دي. حلو جميل. نرجع بقى خطوه ورا وهنروح على الامبورت ليست وهنلاقي ان هو موجود. تك عليه تكه من هنا كده ونقول له بوش تو ستور، يعني وديه للويب سايت بتاعك اللي هو انت اوريدي عملت له اكونت من شويه، لان ده خطوه ضروريه لازم تكون موجوده. وهيقول لك ان هو هينزل بالاسلوب ده بالطريقه دي، ودي الاسعار بتاعته. سيبك من السعر ومن الشيبنج وكل حاجه دلوقتي على جنب، المهم ان انا بس بوريك انك تربط منتج في الصين بمتجر الكتروني وتقدر تبيع للناس في امريكا. بس كده. بعد كده بوش تو ستورز 50%، 80%، 90%، عطل على 90%، وكده الستور نزل له المنتج. تكة زرار. بعد كده نروح على ماي برودكتس هنلاقي ايه؟ انه سبحان الله ان هو بقى موجود في المنتجات بتاعتنا. تمام تمام. لو جيت رحت بقى على شوبيفاي بتاعك واتكيت على كلمه برودكتس هنلاقي برضو ان هو موجود زي ما الكتاب بيقول. لو دخلت عليه طبعا كل الحاجات دي محتاجه تتظبط اكيد، بس انا بوريك الموضوع يعني هو بسيط ازاي. لقيته هنا هتيجي على مور اكشنز، اعمل بريفيو، وبقى عندك ويب سايت تبيع عليه منتج من الصين في الولايات المتحده. بس الموضوع اخد معايا اعتقد 5 دقايق. المشكله كلها بتبقى دايما في انك تلاقي منتج، تلاقي مجتمع، ولسه طبعا الجزء اللي جاي بتاع الاعلانات. حلو. فلقيت منتج. طبعا شكل الويب سايت ده مش حلو قوي، لازم يتعدل، لازم معظم الصور دي اصلا تتشال، لازم تبدا ان انت تعمل ديزاين للويب سايت. فيستحسن اكيد انك تعمل الويب سايت بتاعك مع حد بيعرف يعمل ويب سايت او ديزاينرز
احنا بنقدم الخدمه دي، لو حابين مش حابين تقدروا، عندكم ملايين البني ادمين بتعمل حاجه زي كده، وفي الاخر يبقى عندك ويب سايت كامل. بعد كده بتيجي على فقره الاعلانات. فقره الاعلانات دي بقى مهمه جدا جدا جدا، ومحتاج تبقى انت عارف ايه الاعلانات اللي شغاله زي ما قلت لكم، عشان تعرف ازاي انت ممكن تعمل اعلان تبيع منتج زي ده، لان هو في الاخر الموضوع منتج، ويب سايت، اعلان. التلاته لو كويسين مع بعض قوي انت هتعمل ارقام لا حصر لها. فهديك مثال، تعال نروح مثلا على فيسبوك عادي جدا. حلو، ممكن تروح على فيسبوك لو انت مش بتستخدم مينيا، وتيجي هنا في السيرش وتقول فيشنج لور، وتتك على ريلز وتبدا تتفرج على الناس اللي عامله اعلانات. مثلا ده عامل 658 الف فيو، هو ده ايه بالظبط؟ حلو، ده اعلان صرف، يعني ده فيشنج نوت اكتوبر 2025 عامل 625 الف فيو. لو دخلت عنده مثلا كده يعني مش بعيد الاقي مثلا ان هو ده ستور اصلا اونلاين، زيرو ريفيو، ده دروب شيبنج على طول. كونتاكت انفو، هو مش عامل ستور بس ممكن تبدا تكلمه تطلب منه، وانت فهمت القصه ماشيه ازاي. فانت لما بتيجي تعمل اعلانات، واعلانات فعلا حلوه بتخلي الناس تطلب، لما الناس بتطلب بتروح على الشوبيفاي بتاعك، بتخش على دي اسرز الاكونت بتاعك، وهتلاقي ان الاوردرز بتاعتك بتنزل لك هنا. ولما الاوردر بينزل بتدفع تكلفه المنتج اللي هو مثلا ممكن يبقى 2 دولار وانت بتبيعه ب 15، تدفع ال 2 دولار، المورد بيشحنها للعميل على طول وانت بتاخد الفرق. وعشان تعمل اعلان برضه هسيب لك لينك تحت الويب سايت اسمه ايكوم فايرال ادز، ده واحد من البلاتفورمز اللي بيساعدك تعمل اعلانات. كل اللي هتلاقيك تعمله انت هتديهم بس لينك المنتج، هيدوك 30 اعلان عليه زي ما انت عايز. فالموضوع هو بسيط بس في نفس الوقت هو صعب، محتاج مجهود، محتاج شغل، محتاج تركيز، محتاج مذاكره. ولو انت عايز انت تفتح بيزنس في خلال 90 يوم من غير بقى ما تخش في هيدك انك كميه الفيديوهات تتفرج عليها توقعك في مشاكل او ايا كان الحاجه، وعايز سيستم مضمون، تقدر تخش على اللينك اللي تحت برضو للاكاديميه اللي عندنا لو حابب تشترك فيها، هنبقى بنرحب بيك. مش عايز برضو اجي بحاول ان انا اوريك ان في منتجات غريبه بتتباع اونلاين، بيزنس كامل او ناس بتشتغل اونلاين في حاجات انت عمرك ما هتتخيلها اصلا. واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وان انا فدتكم ولو بجزء بسيط، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.